وقالت راوري للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اليوم الجمعة: من خلال المباريات التي رأيتها حتى الآن، فإن المنتخبات الكبيرة في ورطة. إذا ما شاهدت المباريات الأولى لنيجيريا ومصر وغانا، فأنت تعتقد أنهم سيحصلون على النقاط الثلاث ويبدأون المنافسة بشكل مريح، لكن العكس هو الذي حدث. طلب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي من ناديه التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ووفقا لشباب فوت ميركاتو الفرنسية، طلب رونالدو من إدارة العالم التوقيع مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الشهر الجاري. وسبق أن تزامل كريستيانو رونالدو مع كاسيميرو في مانشستر يونايتد وريال مدريد. حافظ المنتخب الجزائري على آماله في عبور دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية عقب تعادله المثير أمام منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت 2 فبراير بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة. فرط منتخب الأردن في فوز ثمين على كوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي 2 فبراير اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.